النهارده جاي اقول لك على اسرار احتراف الانجليش. انا المحقق هو من لندن المملكه المتحده، بشتغل بحساب وكاله LCIA. ازاي لندن وبتتكلم عربي يعني؟ لو عايز تعرف كمل الفيديو للاخر. This room needs a touch. محتاج اكل اي حاجه حادقه بسرعه. This was a nightmare. الماءات العسل. ترجمش. الانجليش والعربي لغتين مختلفتين، كل لغه لها تكوينها وقواعدها. اي ترجمه تفعكش الجمله وتتوه المعنى، زي نزلني هنا يا اسطى لو سمحت، داونلود مي هير بليز، بلوراي سانكس ساوزنت سانكس. محفظش كلمات. مفيش شك مفردات اللغه او الفوكابلري هي أهم عنصر من عناصر العملية تماما، وأكيد لازم تزود مفرداتك وتقويها، بس مش جهجهوني كده بالطريقة، زي إنك تعرف المفردات من خلال مواقف وسياقات مختلفة. فوكاب على قدك بتستخدمه صح أبرك 1000 مرة من 3000 فوكاب مصدي ومركون على الرف، وفي الآخر مصيره يكون يا عمري ضاع. نسيان. ستوب. خلاص، هو عارف غلط، ما ترجم. عودش لسانك غير على الانجليش. مقلب كتبك القديم، اتحرك، هستناك، يلا بسرعه. سامعني هناك؟ شد اي كتاب انجليش، كوبايه السحلب المعتبره، وكل يوم قبل ما تنام كوع كده على سريرك بالجنب واقرا صفحه واحده بس منه بصوت عالي. حاول وانت تقرا جمله مش كلمه. خدها تحدي، يلا. عاش كل يوم منه. توقفش المهارتين دول ابدا. نصاية استماع. اسمع أي حاجة بتحبها بالإنجليش، بودكاست، راديو، أخبار، حواديت، مسلسلات، أفلام، المهم تكون بالإنجليش. اللينكات اللي في الديسكريبشن ممكن تساعدك. ونصاية التانية قراية. اقرأ أي حاجة بتحبها، بس المرة دي بقى سايلنت، عشان هتحاول تفهم اللي بتقراه. كتاب، مقال، بوست، وبعد كل باراجراف بتقراه ستوب، حاول تفهم الباراجراف كان بيتكلم عن ايه. احكي لنفسك اللي فهمت. لو خدت بالك انا قلت فهمته، يعني ما تترجمش. مش هتفهم حاجه ولا يفرق لك، ما انت مش هتمتحن في اللي بتقراه او بتسمعه بكره الصبح. يعني لازم تتعود تشوف الانجليش وتفهمه بسياق، صوره، مثال، اي حاجه الا الترجمه. صايا انجيني سربان استنى. Saya ingin sarapan. حتى الطريقه دي اثبتت فشلها. ما تترجمش. تكسلش تاخد ملاحظات. افتح النوتس على فونك، كرييت فولدر انجليش جديد، حط كل حاجه انجليش مهمه ليك، كلمه، جمله، عباره، اي حاجه تعجبك وانت بتمارس المهارات اللي في رقم 4. خططش الكلام، هرتل. دي المرحله اللي بتكسر فيها حاجز الخوف من ممارسه لغه اجنبيه. هلفظ باي حاجه تفتكرها منها. هتعرف قيمه ده لما تتكلم مع حد تاني وتلاقي الدنيا اسهل. ممكن تحرق مع صاحبك وانتوا ماشيين في الشارع، مع اخوك، مع اختك، مع نفسك، وبصوت عالي. هيقولوا مجنون، وايه يعني يقولوا، المهم تاخد الحوار جد. To be or not to be, that is the question. تحفظش قواعد جرامر، برميل الغتاتة والرخامة والرزالة كفاية. الجرامر ده كائن غلبان ومظلوم دايما معانا، في حين انه مجرد أداة ليس إلا، وتمامه في لقطتين. افهم وطبق على أي جملة من إنشائك. سيبك من حفظ القواعد والبطيخ بتاع المدارس دي. عرفت I am؟ طبق عليها. I am good, I am hungry, I am ما تركزش على الأكسنت. هناك في الحماة الطريقة لتحدث اللغة الإنجليزية.
فمثلا يجد حيوان الكسلان ضالته عند مبدئيا ما فيش حاجه اسمها بريتش اكسنت وامريكان اكسنت زي في مصر. في اللكنه البورسعيديه واسكندرانيه وصعيديه، ما ينفعش اقول اللكنه المصريه لان جوه مصر نفسها في لكنات كتير مختلفه. مش لازم تشغل بالك بحوار اللكنه ده خالص، على الاقل دلوقتي كفايه قوي انك تكون جمله صح. Last Christmas I give you my heart. اكيد معايا مش هتوصل للمرحله دي ابدا. I will give it to someone special. I promise. واخيرا اتكلم وما يهمكش، سيب اللي يضحك يضحك واللي يروش يروش واللي يقل يقل. اسمع من هنا والله العظيم احنا حريمه وهم مصفين لك يا ابني يا واطي. يا عار على مصر وعار على المجتمع المصري. او بلكهم عادي، انت ماشي صح. اسمح لهنيك انك واثق. شكل لوك هارت ابن عملها وبلغ الحكومة. فاكر في بداية الفيديو لو عايز تعرف كمل الفيديو للآخر. اللقطة دي أنا حاليا محبوس في أوضة أحد متهمي اللغة الخطيرين أثناء مطاردتي ليه في الأقصر. بعاني من فقدان ذاكرة مؤقت وبتكلم عربي عشان متعزم عليا بسحر أسود. ساعدني أقبض على المتهم ده من هنا. البلاي ليست دي